السلام عليكم. النهاردة هنقدم ملخص فيلم مان اون فاير. في 2004 بينتشر الخطف في مدينة المكسيك لدرجة ان بتكون في حالة خطف كل 60 دقيقة، و70% من اللي بيتخطفوا بيتقتلوا، والخطف ده بيكون بهدف طلب الفدية من اهل المخطوف، واللي بيفكر يبلغ البوليس او ما يحضرش المبلغ اللي بيتفقوا عليه او حتى يتأخر في تحضيره بيبعتوا لأهل المخطوف كل يوم من جسمه حتة. وبيكون بطل فيلمنا النهاردة جون كريسي، جاي من أمريكا للمكسيك علشان يزور واحد صاحبه، وبنعرف إن كريسي مدمن كحول وبيعاني من الاكتئاب وكاره الحياة، وإن هو وصاحبه اللي اسمه ريبن كانوا شغالين في الجيش الأمريكي قوات محافظة الإرهاب، وبيحكوا لبعض إن هم قد إيه عملوا جرايم وقتلوا ناس أبرياء كتير في الشغلانة دي. وكل ما كان كريسي بيفتكر الأيام دي بيفكر إن هو ينتحر، وبيسأله صاحبه هل هو شغال دلوقتي، فكريسي بيرد عليه ويقول له لأ. وفي واحد من الكافيهات بيكون فيه واحد اسمه راموس قاعد مع المحامي بتاعه، وبيتكلموا في موضوع الخطف اللي كتروا اليومين دول في المكسيك. وراموس بيقول للمحامي اكيد دلوقتي مراتي هتطلب مني ان انا اجيب بودي جارد لبنتي، وتكون حالة راموس المادية مش كويسة. فبيقول له المحامي ان كل العملاء اللي عنده عندهم وثيقة ضد الاختطاف وطلب الفدية، ودي وثيقة بتعملها شركة تأمين للعائلات بمقابل شهري، ولو اي حد من عيلة اللي عاملين الوثيقة دي اتخطف شركة التأمين بتدفع له الفدية، وبتكون من اهم شروطها ان يكون الشخص اللي بيتقدم للوثيقة يكون عنده بودي جارد. وراموس بيقول له ان هو عنده وثيقة كان ابوه عاملها له من زمان. فالمحامي بيقول له انا عارف ان انت عندك واحدة، لكن هتعمل ايه بعد شهرين لما هيكون عايز تجددها ومش هتعرف، خصوصا ان انت مشيت البوديجارد اللي كان عندك لان انت مش عارف تدفع له مرتبه. وبيكون راموس مش عارف يودي بنته المدرسة علشان خاطر مراته خايفة عليها، وبيقترح عليه المحامي بعدها انه يشوف بوديجارد كده اي كلام يقضي معاه الشهرين دول لحد ما يجي معاه تجديد الوثيقة، وبعد كده يتحجج بأي حجة ويرفضه. وفي السكة بيكون صاحب كريسي واخده علشان يقابل راموس ويشتغل عنده بوديجارد، وبيكون كريسي مش مقتنع أبدا بالشغلانة دي لأن هو بيشرب كتير وده بيخلي حركته بطيئة. وبيقول لصاحبه إن هو في حالته دي ما يعرفش يحرس حتى جثة، فصاحبه بيقول له انت لو حرستها بس بنص مهارتك هتبقى أحسن من أي بوديجارد. وبيقول له كمان ان راموس مش محتاج بوديجارد محترف، هو عايز بوديجارد شكل بس. وفي اول مقابلة لكريسي مع راموس بيطلب منه راموس ان هو ما يقولش لمراته ان هو بيشرب، ولما بيخش البيت وبيقابل مرات راموس اللي هي كان اسمها ليزا، اول حاجة بيطلبها كريسي منها كاس ويسكي، وبعدها بتنادي ليزا على بنتها بيتا علشان تسلم على كريسي وتوري له اوضته. وبعدها بتقول ليزا لراموس ان هي اطمنت له بالرغم من ان هو بيشرب. وبترجع بيتا لأوضتها وبتقول لأمها إن البوديجارد الجديد ده كئيب جدا، وبتطلب منها أمها إن هي تنام علشان تصحى بدري للمدرسة. وبنعرف إن بيتا عندها دب لعبة قررت إنها تسميه كريسي لأنه كئيب زيه. وتاني يوم بياخد كريسي البنت الصغيرة علشان يوديها المدرسة، وبتكون بيتا بتحاول تفتح أي كلام مع كريسي، لكن كريسي كان بيعاملها بأسلوب ناشف جدا وكئيب، وبيوصلها وبيفضل مستنيها قدام المدرسة لحد ما بتطلع وبياخدها بعد ما بتخلص. وفي الطريق بتحاول برضو انها تفتح اي كلام معاه وبتسأله شوية اسئلة، فكريسي بيعرفها وبيقول لها من الاول كده ان هو جاي علشان يبقى البوديجارد بتاعها، مش جاي علشان يتكلم معاها ويبقى صاحبها. فبتزعل بيتا جدا وبتستغل الزحمة وبترجع تركب ورا. وفي البيت بتروح ليزا لكريسي وبتقول له ان هو يحاول يقرب من بنتها شوية ويبقى صاحبها، فبيعرفها هي كمان وبيقول لها ان هو جاي هنا علشان يحميها، وبيقول لها لو انتوا عايزين لها صاحب تقدروا تمشوني وتجيبوا حد تاني. فبتقول له ليزا لا فعلا انت عندك حق، وبتسيبه وتمشي. وبعدها بيفضل يفتكر كريسي كل الحاجات اللي حصلت له في حياته، وبيحاول ينتحر وبيجيب مسدس وبيحطه في دماغه وبيجي يدوس على الزنات لكن الرصاصة ما بتطلعش، وبعدها هيخلي الرصاصة دي في جيبه وهتفضل معاه على طول. وتاني يوم الصبح بياخد البنت الصغيرة علشان يوديها المدرسة، لكن في السكة بيشوف كريسي عربية ماشية وراهم، فبيطلب من بيتا قلم علشان يسجل نمرة العربية، فبتديله بيتا القلم وبتبتدي هي كمان تسجل نمرة العربية في الكراسة بتاعتها. لكن وهو بيكتب الرقم طلعت قدامه عربية فجأة خلت كريسي يتلخبط، وده اللي خلى العربية اللي ماشية وراهم تعدي من جنبهم على طول. وفي يوم بياخدها ويوديها على تدريب السباحة، وبنعرف ان هي بتتمرن سباحة علشان داخلة في مسابقة، وبتكون دايما في التدريبات بتطلع المركز الثالث. فبيقول لها كريسي ان هي سريعة جدا في المية لكن بتنط بطيء جدا، وده اللي بيخليها تتأخر. وابتدى شوية بشوية يتكلم معاها وياخد عليها،
وبيبتدي كريسي ان هو يمرنها على السباحة كل يوم. مش كده وبس، ده بدأ يذاكر لها كمان، وبدأوا يتكلموا مع بعض طول اليوم وبيضحكوا ويهزروا. ويوم مسابقة السباحة بتشوف المديرة بتاعة المكان إن والدة ووالد بيتا مجوش معاها، وده اللي خلاها تروح لكريسي وتقوله إن أنت النهاردة أبوها. وده اللي خلى كريسي يبتسم ويحس إن الحياة ليها معنى فعلا. بيتا بتنفذ كل التدريبات اللي علمها لها كريسي، وبتقدر تفوز بالمسابقة وبتطلع المركز الأول. وقعدوا يحتفلوا مع بعض، ومن اللحظة دي اعتبر كريسي إن بيتا دي بنته. وبعدها بياخدها ويخرجوا مع صاحبه ريبن ومراته، وبتكون بيتا جايباله هدية عبارة عن دبدوب وجواه سلسلة، وبتعرفه كمان إنها سمت الدبدوب اللي عندها في البيت على اسمه. وفي يوم بيكون كريسي واخد بيتا ورايحين على درس البيانو، وهما في السكة بيتا بتقوله إنها سجلت رقم العربية اللي كانت بتراقبهم قبل كده في كراستها، لكن ما لحقتش تكتب آخر رقم. وبتدخل بيتا لدرس البيانو، وكريسي بيكون مستنيها بره، لكن وهو بره بيشوف حركة غريبة في المكان. بيشوف عربية بوليس بتقفل الطريق، وبعدها جت نفس العربية اللي كانت بتراقبهم ووقفت قدام باب الدرس. وبعدها بتخرج بيتا من الدرس، فبيخرج ناس من العربية علشان ياخدوها، وبينادي عليها كريسي وبيقول لها إنها تهرب بسرعة. وبيشتبك كريسي معاهم وبيقدر يقتل 2 منهم، وبيشوف إن الضباط كمان بيضربوا عليه نار، فبيضرب عليهم نار وبيقدر إن هو يقتل 2 كمان من الشرطة. وبيستغل واحد من العصابة إن كريسي مشتبك مع الشرطة، فبيضرب عليه نار وبيقدر إن هو يصيبه. وبيتا بتشوفه وقع فبتجري عليه وهي بتعيط، لكن رجال العصابة بيمسكوها ويركبوها في العربية وبيمشوا. وبيفوق كريسي في المستشفى وبيشوف حواليه صحافة كتيرة جدا، وبتكون الشرطة مجهزة له قضية قتل 2 من رجال الشرطة. والشرطة بتروح لبيت راموس علشان تحقق في عملية خطف البنت، لكن جوردون كالفس المحامي بيقول لهم ان هم بيتفاوضوا مع العصابة ومش عايزين حد من الشرطة يتدخل في الموضوع. وبتتصل العصابة على بيت راموس وبتتفق معاه على فدية 10 مليون دولار لو عايز يشوف بنته تاني. بيتفقوا معاه على طريقة ومكان التسليم، وبتكون الشرطة مراقبة كل تليفونات بيت راموس. وبيروح راموس للمكان اللي اتفق مع العصابة عليه، ومعاه شنطتين كل شنطة فيهم فيها 5 مليون دولار. لكن أثناء التسليم بتضرب الشرطة نار على العصابة وبتموت واحد فيهم، وباقي العصابة بتسيب الشنط وبيجروا. وبعدها بيتصل رئيس العصابة براموس وبيقوله إن هو هيقتل بنته علشان هو غدر بيهم، وبيعرفوا إن اللي موتته الشرطة ده يبقى ابن أخوه. وليزا بتاخد التليفون علشان تترجاهم ما يعملوش حاجة في بنتها، لكن زعيم العصابة بيقول لها إن خلاص فات الأوان وبيقفل السكة. وفي المستشفى بيروح واحد اسمه ريجان، وده المحقق اللي ماسك قضية كريسي، وبيهرب كريسي من المستشفى وبيقول لريبن صاحب كريسي إن صاحبه قتل 2 فاسدين من الشرطة، وده هيخلي رجال الشرطة الفاسدين هيبقوا عايزين يقتلوه وبياخدوا لبيت متأجر. وريبن بيقول لكريسي إن اللي خطفوا بيتا قتلوها، وبيقول له إن أنت أول لما هتبقى قادر تقف على رجلك لازم تسيب المكسيك كلها وتمشي. وكريسي بيتصدم جدا لما بيعرف إن بيتا ماتت، وبيجيله ريجان المحقق وبيقوله إن هو جايب له ملف فيه بعض رجال الشرطة الفاسدين اللي ممكن يتعرف على حد فيهم. لكن كريسي بيشوف الصور وما بيتعرفش على حد، وبيقول له ريجان إن كل رجال الشرطة الفاسدين دول محميين من رابطة اسمها هيرمانداد. ولما تحسن كريسي، ريبن كان بيبقى عايز يهربه بره المكسيك، لكن كريسي بيقول له إن هو مش هيهرب، وبيقول له وديني للمكان اللي حصلت فيه الحادثة. وفي نفس الوقت بتكون في صحفية ماشية وراهم وبتراقبهم. ولما بيوصل كريسي لمكان الحادثة بيفضل يفتكر ايه اللي حصل، وبتجيله الصحفية وبتقوله ان اسمها مارينا، وبتقوله ان هي كمان ممكن تساعده علشان يكشفوا رابطة الهيرماندات، وبتسيب له الكارت بتاعها. وبيروح بعدها لبيت بيتا وبيدخل اوضتها وبيلاقي الدفتر اللي كانت مسجلة فيه رقم العربية، بس كان ناقص رقم. وبيلاقيها كمان كاتباله انها كانت بتحبه جدا. وبتدخل عليه ليزا فبيقول لها ان هو كان بيلم حاجاته وهيمشي على طول، وبيعرفها ان اي حد متورط في قتل بيتا هو هيخلص عليه. وبيروح بعدها هو وريبن صاحبه وبيشتروا اسلحة لزوم الشغل. وبيتصل كريسي بمارينا وبيديلها رقم العربية وبيقول لها ان الرقم ده ناقص رقم، وبيطلب منها انها تجيب له 10 احتمالات للرقم اللي ناقص. وبعد بحث بيقدر يوصل كريسي للعربية، وبيروح يقعد جنب صاحبها اللي بيعرفه ان هو ظابط واسمه جورج، وبيخليه يسوق لحد ما بيوصل لمنطقة عالية فوق جبل، وبيربط له ايديه وبيبتدي يسأله. وكل ما كان جورج بيرفض يتكلم كريسي كان بيقطع له صابع من صوابعه، لحد ما اتكلم وقال لكريسي ان هو بياخد التعليمات من واحد اسمه ذا فويس عن طريق التليفون، وان هو ما يعرفش شكله.
وما شافوش قبل كده، وبيقول له انهم بعد ما خطفوا بيتا سلموها لواحد اسمه الحارس واداله اوصافه وعنوانه، وقال له ان هو ما يعرفش ايه اللي حصل لبيتا بعد كده. وبعدها طلب جورج من كريسي سيجارة، واول ما حط السيجارة في بقه كريسي ضرب رصاصة في دماغه وقال له دي هتكيفك احسن، وبعدها زق العربية من فوق الجبل. وبيروح المحقق ريجن للعربية وبيعرف ان كريسي هو اللي عمل كده وانه بدأ ينتقم. وبيروح كريسي للكازينو بتاع الحارس اللي جورج دله عليه، وبيهدد البودي جارد اللي كان واقف على الباب برضه علشان يدله على مكان الحارس. ولما بيوصله بيلاقي معاه واحدة ست وراجل مساعدين ليه، وبيهددهم بالسلاح اللي كان معاه وبيسألهم عن بيتا، بس الحارس بيرفض يقول أي حاجة، فبيقتل كريسي المساعد بتاعه قدامه. فبيعترف الحارس وبيقول له ان هو بياخد $200 بس على كل حد بيخطفه، وال$200 دول بيجوله على حسابه في البنك من غير ما يشوف حد. وبيديله الكارت بتاع الحساب بتاعه، وبيبتدي يعترف ان الزعيم اللي هو ذا فويس قتل بيتا لانه كان متعصب جدا لان المحقق اللي اسمه فونتس سرق فلوس الفدية وهم بيستلموها، وقتل ابن اخو الزعيم اثناء عملية التبادل. وبيزعل كريسي جدا لما اتأكد ان بيتا ماتت لانه كان عنده امل انها تكون لسه عايشة، وبيقتله بعدها كريسي. لكن الست اللي معاه بتترجاه ان هو ما يقتلهاش، وبتقول له ان اخو الزعيم هو اللي قتل بيتا، وبتعرفه كمان ان في بنت جوه لسه خاطفينها النهارده ممكن تسلمها له ويسيبها عايشه وما يقتلهاش. وبياخد كريسي البنت وبيتصل بمارينا علشان تدور على اهلها وتسلمها لهم، وبعدها بيولع في الكازينو كله. ولما بتيجي مارينا بيسلمها كريسي البنت وبيديلها كارت البنك بتاع الحارس، وبيقول لها ان هو عايز يعرف مين اللي بيحول فلوس على الكارت ده، وبيعرف منها شوية معلومات عن الشرطي الفاسد اللي اسمه فونتس. وبيروح كريسي قدام الفرع اللي فيه مكتب فونتس، بيفضل يراقبه لحد ما بيعرف الطريق اللي بيعدي منه كل يوم، وبيكون فونتس معاه حراسة كتير جدا. وفي يوم بياخد كريسي RPG وبيعمل له كمين في واحد من البيوت اللي عربية فونتس بتعدي من قدامها. وأول لما بيوصل بيضرب كريسي بالRPG عربية الحراسة الأولى، وبينزل يخلص على كل الحرس اللي باقيين، وبيركب العربية اللي فيها فونتس بعد ما قتل السواق بتاعه، وبياخدها تحت كوبري لأن الطيارات بتاعت الشرطة بتدور على العربية، وبيربطه في العربية. وفونتس بيقوله إن هو رئيس رابطة الهرمندات، لكن كريسي بيكون مجهز له قنبلة ومشغل العداد بتاعها على 5 دقايق. وبيبتدي فونتس يتكلم ويقول إن هو لما أخد شنطتين الفلوس لقى فيهم $2.5 مليون بس، وباقي الشنط كان متعبي ورق أبيض. وبيقول له إن اللي حط الفلوس في الشنط هو المحامي جوردن كالفوس، وبيسيبه كريسي وبيمشي. وبتنفجر العربية، وبيروح كريسي لجوردن كالفوس المحامي في بيته، لكن بيلاقيه مقتول في حمام السباحة. وبيلاقي في البيت ورق تحويل فلوس بمبلغ $2.5 مليون متحولين من راموس أبو بيتا للمحامي. فبيعرف إن راموس أبو بيتا متورط في خطفها، وبيروح له البيت وبيواجهه قدام مراته، وبيعترف له راموس إن هو كان متفق مع المحامي إن يخطف بنته وهيديله 2.5 مليون، وإن المحامي هيتصل ويطلب $10 مليون فدية، وشركة التأمين هي اللي كانت هتدفع الفلوس لأن معاه وثيقة تأمين شغالة. وبيكمل ويقول له إن أنا كنت هاخد $10 مليون دول وهسدد بيهم ديوني، لكن المحامي جوردن كالفوس خانه وبدل الفلوس بورق، علشان كده راح له البيت وقتله. فبيسيب له كريسي الرصاصة اللي كانت في جيبه علشان يموت بها نفسه، لأن هو كان السبب في موت بنته، وعشان كمان كريسي ما كانش عايز يقتله عشان مراته وعلشان خاطر بيتا. وفعلا راموس بياخد المسدس وبيقتل نفسه. بيتصل بيه المحقق ريجن وبيقول له ان هو وصل لعنوان زعيم العصابة ذا فويس، وبيروح كريسي على العنوان وبيلاقي مرات ذا فويس وابنه الصغير، وبيخش عليه اخو ذا فويس وهو واقف وبيضربه برصاصة وبيصيب كريسي، لكن كريسي بيقدر يستحمل وبيفضل يطارده لحد ما بيمسكه. بيرجع بيه تاني على البيت وبيفضل يهدد مرات ذا فويس علشان يعرف اسمه الحقيقي ومكانه، وبيقول لها انها لو ما اتكلمتش هيقتل اخوه. وفي الاخر بتقول له ان اسمه الحقيقي دانيال، لكن هما ما يعرفوش مكانه فين. فبيطلب منها ان هي تتصل بيه، وبيطلعوا كلهم فوق سطح البيت علشان البيت ما كانش فيه شبكة. وبيكلموا كريسي في التليفون وبيقول له ان عيلتك كلها تحت ايدي دلوقتي، وبيقول له خد اخوك عايز يكلمك، وبيديله التليفون. وفي نفس اللحظة بيضربوا كريسي طلقة في ايده بيطير له كل صوابعه، وبياخد منه التليفون وبيقول لذا فويس ان انا هفضل اقطع في عيلتك حتة حتة لحد ما انت تيجي. لكن ذا فويس بيقول له ان بيتا لسه عايشة وهيسلمها له مقابل انه يسيب عيلته
بيتفاجئ جدا كريسي وبيطلب منه أمارة إن بيتا لسه عايشة، وبيقول له لو هي عايشة اسألها اسم الدب بتاعها ايه. وبيغيب ذا فويس عنه شوية وبيرجع يقول له إن اسم الدب بتاعها كريسي. فبيتفقوا على إنه يسلموا بيتا مقابل أخوه. وبيتصل كريسي بأم بيتا وبيعرفها إن بنتها لسه عايشة، وبيطلب منها إنها تيجي معاه. ولما بيوصلوا بيطلب منها إن هي ما تسيبش أخو الزعيم إلا لما بنتها تكون في حضنها، وبيديلها السلاح اللي معاه. وبيسيبها وبيروح يقابل دانيال، وبيقف في نص المسافة على الكوبري وبيشوف بيتا وهم بينزلوها من العربية، فبيطمن. وأول لما بتشوفه بيتا بتجري عليه وتحضنه، وبيفضل يتكلم ويهزر معاها شوية علشان يقلل خوفها من اللي حصل لها. وبيديلها الدفتر بتاعها وبيقول لها ان هو عارف الرقم الاخير بتاع العربية اللي هي ملحقتش تكتبه، وبيقول لها ان هو بيحبها قوي، وبيطلب منها انها تجري على امها. وبتروح بيتا لامها وبتحضنها. امها في نفس الوقت بتسيب اخو ذا فويس. بيكون في واحد منهم مصوب على كريسي بقناصة، وبيروح لهم كريسي وبيركب معاهم. لكن في الطريق بيموت كريسي من الطلقة اللي ضربها له اخو ذا فويس. وفي نفس اليوم بيوصل المحقق ميجان لمكان ذا فويس وبيقتله. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك واشتراك في القناة. سلام.